الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير انتم وكل حبايبكم، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا الليلة ان شاء الله هتكون ليلة القدر. ربنا يا رب يجعل لنا نصيب منها. وكل حد يدعي باللي يتمناه ربنا يحققه له يا رب جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يتقبل صيامنا وقيامنا، ويتقبل صلاتنا، ويتقبل صالح اعمالنا، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله روتيننا الطبيعي بقى اللي اي ست بيت بتعمله. قلت طبعا اشاركه معاكم وكده. بدأت بايه؟ انا بدأت على الفطار على طول. اللي يعني هنفطر بيه النهارده، وبعد كده قلت بقى ايه، عندي شويه مشايات كده هغسلهم قبل السجادتين، لان انا بفضل الله ومنته عليا جبت غيار سجاد تاني الحمد لله رب العالمين. فقلت بقى السجاد عادي مش مشكله، يعني لو في الاخر وقت خلاص تمام مش مشكله، انا عندي غيار تاني وكده. بس ان شاء الله يعني ايه هغسله قبل العيد علشان برضو يبقى متعان نضيف وكده. المهم هنعمل ايه النهارده بقى؟ هنعمل صينيه بطاطس زي العسل، وكمان جنبها فراخ. فطار عادي يعني، فطار مصري يعني. الحمد لله طبعا ربنا يديم نعمه علينا. طبعا. طيب اكيد انتوا شايفين الفنوس حبيبنا اللي قاعد هناك دوت، دايما لما اجي اعمل حاجه عنده كده لازم اسلم عليه بصراحه، اقول له اخبارك ايه، عامل ايه. بحبه الفنوس ده جامد بصراحه. يلا كل سنة وانتم طيبين. المهم ايه، بقشر في البطاطس اهوت. وقلت بقى إيه اما تيجي تعملي حاجة وضبي حاجتك الاول. يعني مثلا وراكي تقشير بطاطس قشريها، بصل قشريه، إيه حاجة هتقطعيها قطعيها، يعني ايه وضبي حاجة الطبيخ بتاعتك. تبقى كل حاجة جاهزة يا دوبك وانت واقفة على البوتاجاز تلاقي كل حاجة جنبك جاهزة كده ايه على الطبيخ على طول. مش مثلا ايه دوري على البصل تقطعيه وبعد كده لسه هتعمل الطماطم وبعدين. لا يعني ايه، اضرب الطماطم بتاعتك، قشري البصل بتاعك، قطعي البطاطس بتاعتك، كل حاجه بتاعه الطبيخ بتاعتك تبقى جاهزه جنبك، علشان تنجزي وقت وما ايه وما تحسيش وانت اكيد صايمه يعني، فعلشان برضو ما تتعبيش إيه كتير وكده. طبعا هنغسل البطاطس والبصل دي غسله ايه حلوه كده مظبوطه. وبعد كده ايه هقطعها ترانشات كده علشان ان شاء الله إيه هنعملها ايه صينيه بطاطس حلوه ايه في الفرن بتاعنا كده. طبعا انا عندي الفرن الكهربي، بس بصراحه الفرن اللي هو الغاز اللي هو ايه بالانبوبه ده عادي، العادي ده بصراحة بيطلع الأكل طعمه بيبقى حاجة تانية يعني بجد والله. انتوا حتى لو عندكم الفرن الكهربي زي والفرن الغاز ده هتلاقوا في اختلاف في الطعم أكيد يعني. فبصراحة أنا بحب أعمل ايه في الفرن البلدي بتاعي. المهم طبعا ايه مفيش حد بينغص عليك إيه وقفتك كده وانت واقفة. هنعمل ايه طبعا الايام دي لازم نستغفر كتير. وطبعا كان سيدنا رسول الله في الايام دي بيقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. دايما كان بيقول في الايام المفترجة دي يعني دايما الدعاء ده. فربنا يغفر لنا يا رب، ويتقبل مننا صالح اعمالنا، اللهم امين يا رب العالمين. بقطع بقى البصل جوانح زي ما انتوا شايفين كده. انا كان ممكن اقطعه ترانشات، بس حبيت ان انا ايه اقطعه جوانح كده، علشان يعني ايه بحس ان عصارة البصل بتنزل في الاكل بالشكل ده. فبحب ايه اعمل البصلة نصين وبعد كده اقطعها جوانح زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا ما صلناش على سيدنا الحبيب، فنصلي على سيدنا الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. طبعا انا ايه بحط دلوقتي، قلت هحط بقى شوية فلفل اسود، شوية 7 بهارات، شوية ملح، وطبعا حطيت كمون وكزبره. قلت ايه ويعني اعملهم بايديا كده زي مرتة كده، اخلي بقى الايه البصل يندعك في البطاطس بالبهارات كده. بصراحة كان طعمها بصراحة بسم الله ما شاء الله جميل جدا. جربيها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبك. طبعا انا كنت ممكن احط فلفل اسود وملح بس لقيت ايه قلت لا هحط البهارات كلها، بس البابريكا هحطها ايه لما احط الطماطم وكده، وادعكهم مع بعض كويس جدا كده ايه بالبهارات بالبصل مع بعض كده هتبقى حلوة ان شاء الله. حطيتها بقى على النار ايه تاخد وتدي لا ما كنتش لسه حطيتها، قلت اما اضرب الطماطم برضو واسيبها شوية ايه في افتكرت
معلش بقى صيام يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. المهم، قلت اما اضرب الطماطم بقى عشان تبقى جاهزه جنبي برضو، واسيبها ايه مع نفسها شويه كده برضو ايه في البهارات والبصل ده، علشان ايه تاخد وتدي مع نفسها كده. طبعا انا كنت مفكره ان المقطع دوت اتصور وانا لسه بحطها، بس للاسف لقيت الكاميرا ما بتصورش، فقلت مش مشكله. المهم كنت حطيت شويه زيت، وبعد كده قمت نازله بالبطاطس والبصل والبهارات وكده. وطبعا حطيت لها ايه مكعب مرق. طبعا لو انت مش عايزه تحطي مكعب المرق مش مشكله، بس بصراحه انا يعني ايه المكعب المرق بيديلها طعم، فقلت ايه احطه لها برضو. طبعا مش هننسى البابريكا علشان البطاطس بتاعتنا تبقى حمرا. وبرضو اللي متابعني عارف ان انا بحب البابريكا الحمرا، لان في نوعين بابريكا في السوق، بابريكا حمرا وبابريكا صفرا. طبعا الحمرا بتخلي الطبيخ بتاعك احمر ولونه حلو قوي، اما الصفرا لا، يعني بصراحه ما بتديش لون، بتهيألي ده هي بتصفرها ما بتحمرهاش. فانت لما تيجي تشتري بابريكا هاتيها الحمرا مش الصفرا. نزلت بقى بالطماطم زي ما انتوا شايفين معايا كده، وقلت بقى ايه اسيبها تستبك مع نفسها. جبت الحله بتاعتي بقى، ده الطقم الجرانيت بتاعي الجديد بقى الحمد لله يعني. حطيت فيه حته سمنه كده، وقلت بقى ايه نعمل الفراخ بتاعتنا. حطيت، انا قلت ايه اشوحها الاول كده. طبعا كنت غاسله الفراخ كويس جدا جدا. يعني طبعا اللي متابعني برضو عارف ان انا بحب احطها يعني النقع الاخير ممكن تحط لها ورق لورا وحاجات من دي، لكن انا بصراحه بكتفي بالخل والليمون وشويه جنزبيل حلوين كده، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. مش بتلاقي فيها اي ريحه زفاره نهائي نهائي نهائي. فجربي الجنزبيل كده هتلاقيها حلوه ان شاء الله. في طبعا ناس بتحط طحينه، ناس بتحط فلفل اسود وحاجات من دي، بس انا بصراحه بكتفي بكده، لان الفراخ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بتبقى حلوه جدا ما فيهاش اي زفاره. شوحتها بقى في الماده الدهنيه زي ما انتم شايفين معايا كده. وطبعا إيه قطعت البصله جوانح برضو زي ما انتم شايفين كده، وهقطع برضو الطماطم قطع صغيره علشان اللون بتاع الشوربه يبقى حلو، وان شاء الله هتشوفوه معايا. واكيد اللي متابعني عارف ان لون الشوربه بتاعي بيبقى حلو جدا، طبعا علشان انا ايه بقطع الطماطم صغير. فالطماطم، وطبعا انا ما بستغناش في اي شوربه عندي بالطماطم. ليه؟ لان الطماطم بتدي للشوربه لون حلو جدا. احنا ما بنحبش ان كانت بقى شوربة لحمة او شوربة فراخ تبقى بيضة، يعني لازم يكون فيها سنة حمار كده علشان ايه تبقى اللون يعني بصراحة يشدك كده على ان انت تشربي الشوربة. اما لو شوربة بيضة يعني ما بنحبهاش. فطبعا وانت شوف انت متعودة على ايه واعمليه، بس انا بقولك على الطريقة بتاعتي يعني. بس بصراحة بيبقى شكلها لطيف وحلو كده، ويشدك او ولادك مثلا لو مش بيشربوا شوربة هيلاقوا لونها حلوة كده، هيتشجعوا ان هم يشربوها. طبعا البهارات بتاعتي كانت فلفل اسود، شوية كمون، شوية او 7 بهارات، ورق لورا، شوية كزبرة ناشفة، وبس كده. كام ورقة لورا يعني 3 4 كده، مش اكتر من كده. كل حاجة لما بتزيد عن حدها اكيد مش بتبقى حلوة، كل حاجة في الوسط بتبقى معقولة وحلوة. ده طبعا شوية بهارات فراخ. في شوربة الفراخ بالذات لازم احط بهارات فراخ. طبعا لو انت متواجد عندك، مش متواجد خلاص مش مشكلة هتعدي يعني، وهتبقى الشوربة حلوة ان شاء الله. وطبعا قبل ما نبدأ اي حاجة احنا بنعملها نسمي الله، ده شيء اساسي ومهم جدا في حياتنا. نسمي الله على اي حاجة احنا بنعملها علشان طبعا تطلع من ايديك زي العسل وربنا يطرح البركة فيها. ده شيء اساسي ومهم جدا في حياتنا. طبعا كانت الفراخ استوت، شايفين اللون بسم الله ما شاء الله جميل جدا. طبعا المقطع اللي جاي كوكي حبيبتي بقى بتعمل لنا السلطة. كنا خلاص وقت فطار، يعني بنحب نعمل السلطة بتاعتنا قبل الفطار بحاجة بسيطة علشان ايه ما تبقاش لينة وكده، وبتبقى ايه فريش كده وحلوة قوي. طبعا طبق السلطة بتاع كوكي بنتي ده شيء اساسي في الفطار بتاعنا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بيبقى طبق سلطة زي العسل. تسلم ايديكي يا كوكاي. طبعا هي بتحب ايه زي ما انتوا شايفين كده، تجيب البلانشة والسكينة دي، تقول مثلا لو لقت ما لقتش السكينة اللي في ايدها دي تقول لي لا يا ماما انا عايزة السكينة بتاعتي اللي انا بحب اعمل بيها. فدي السكينة بتاعتها يعني هي عارفاها وبتحب ايه تمسكها وتعمل بيها يعني.
طبعا انا ببقى مبسوطه وهي بتعمل لنا طبق السلطه، لان انا والله بجد اقسم بالله ده حقيقه ان انا يعني ما كنتش باكل سلطه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. من بعد ما كوكي بدات تعمل لنا السلطه وانا بقيت بحب يعني ايه اكل السلطه. وكمان اقول لها ايه كتري لنا كده يا كوكي الخس فيها علشان اكل سلطه كتير كده. فهي طبعا عارفه ان انا بحب الخس الكتير فيها فبتعمل يعني. طبعا الفنوس باصص لنا بقى ايه بشوية التمر اللي محطوطين عنده دول. تعمل بقى السلطة بمزاج بقى، امال ايه؟ لازم كده. عودوا بناتكم يعني من صغرهم كده ان هم يدخلوا معاكم المطبخ. يعني لو عندكم بنات صغيرين خليهم يدخلوا معاكم المطبخ يتعلموا. طيب تعالي مثلا شوفي بنتك اسمها ينده عليها، تعالي بقى ايه نعمل كذا مع بعض، تعالى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. إيه مثلا لو انت رايحه تجيبي حاجه برضو شاركيها، يعني مش علشان هي صغيره مش هتفهمك، لا هتفهمك. يعني شاركي بنتك حتى في افكارك، اتكلمي معاها كده علشان بنتك تطلع يعني ايه حسها واعي. وبرضه يكون عندها خبرة بالأمور من وهي صغيرة، دي صغيرة مش هتعرف حاجة لأ، من وهي صغيرة كده عوديها وشاركها أفكارك، هتطلع إن شاء الله ذكية وشاطرة. فطبعا ايه يعني طبعا اي بنت ان شاء الله اما يكبروا كده يا رب تشوفوا بناتكم في احسن المراتب. وكمان يعني اي بنت مصيرها للجواز، فطبعا تبقى ببيتها، يعني اللي انت هتعلمه لها هي تعلمه لولادها. فخلي بنتك ايه تشاركك في افكارك في الحاجات اللي انت بتعمليها كده، يعني دخلها معاك المطبخ كده. طبعا كوكي كانت خلصت وبتعصر بقى ايه الليمون، وبتحط شوية زيت وشوية خل، بتظبط لنا السلطة كده. بصراحة تسلم ايديكي يا كوكي، طبق السلطة بتاعك حاجة اساسية في يومنا وعلى الفطار بتاعنا. تسلم ايديكي يا رب. قلت طبعا ايه الولاد بيحبوا التمر الهند اللي هو ده جاهز بصراحة، هما بيقولوا مش صحي بس اللي احنا بنحبه بصراحة. فيعني ايه نسمي الله كده ونتوكل على الله، وان شاء الله ربنا يسترها علينا جميعا يعني. ما هو ده المتواجد، هنعمل ايه بس. وطبعا كنت عامله عصير برتقان برضو، يعني البرتقان في رمضان ده شيء اساسي معانا. ليه بقى؟ لان البرتقان خفيف، يعني بحس ان هو عصير خفيف. فالبرتقان كل يوم لازم يكون متواجد على السفرة بتاعتنا وعلى فطارنا. هو طبعا صحي جدا ان انت يعني ما تبدأيش يعني لما تكسري صيامك ما تكسرهوش على عصير او كده، لا ميه، الميه حلوه طبعا على الريق، بتبقى حلوه جدا. فاشربي ميه على الفطار، وبعد كده مثلا بقى اما تخلصي يعني فطار وكده باشربي لك كوبايه عصير ولا حاجه، هتلاقي نفسك بطنك مرتاحه. لان طبعا احنا بطننا بتبقى فاضيه طول النهار وبنيجي نملاها. فاصح حاجه شويه ميه، وبعد كده ايه ابدأي بالسلطه وبقيه الفطار بقى. والف هنا على قلوبكم يا رب. طبعا كنت بحمر الفراخ خلاص، كان القرآن بتاع المغرب شغال. احنا برضو يعني ايه بنحب الاكل سخن مش بارد. فيعني ايه بحب السلطة تتعمل في اخر وقت هي والعصير. لا ممكن العصير يعني يتعمل من بدري شوية ما فيش مشكلة. بس طبعا لو تحمير لحمة او تحمير فراخ او سلطة بنعملها في اخر وقت وكده. يعني ايوه ما كانش يمكن فاضل على الفطار 10 دقايق بس. طبعا بحمر الفراخ اهو. طب تحط لها ايه بقى علشان يبقى الطعم حلو كده؟ شويه انا طبعا عامله شويه ملح على فلفل اسود في بطرمان كده لوحديهم. لما بيبقى عندي لحمه او فراخ بحط بقى ايه شويه الملح على الفلفل الاسود كده، بيدي لها طعم حلو جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك. يعني لو مش بتعمليها كده جربيها بالطريقه دي هتلاقيها حلو. طبعا بصفاها كويس بالمسكه من طبعا دي كانت سمنه بلدي. الحاجة اللي طبعا الحاجة اللي بتتعمل بالسمنة البلدي يعني بجد بتخليها طعمة جدا. فربنا يرزقنا من واسع فضله يا رب. قولوا امين امين اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا بصفها كويس بالمسكة اهوت. وبعد كده بقى ايه نحط الملح على الفلفل الاسود ونكمل ايه بقى تحمير بقى ايه الفراخ زي ما انتم شايفين معايا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كانت طبعا صينية البطاطس الجميلة بتاعتنا طلعت من الفرن. وايه غرفنا الفطار بتاعنا ونصب عصيرنا، والحمد لله فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى.
يا رب ديم نعمك علينا، والحمد لله فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله على نعمائه الكثيرة. ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، ويجعل بيوتكم جميعا عمرانة بالخير والبركة، اللهم امين يا رب العالمين. الحمد لله كان دوت فطارنا. قلت بقى إيه كنت طبعا بعد الفطار رحت مشوار، والله ما كنتش خلعت العبايه. قلت بقى ايه اما اصور لكم وانا لابساها كده. ولادي بقى كانوا عايزين ياكلوا حاجه حلوه، فقالوا لا اعمل لنا الجلاش اللي هنا. فطبعا انا انتوا شايفين لفتين اهمت. جيت اعمل اللفه التانية لقيتها بايظه. طبعا انا رجعتها للمحل اللي احنا جايبينه منه، ادالنا واحده تانية، بس انا بصراحه كنت عاوزه اعملهم الاتنين. فلقيت التانية بايظه، فقلت مش مشكله هعمل واحده بس وخلاص، واما تيجي التانية ابقى اعملها وخلاص مع نفسي كده. طبعا انا حطيت الفوطه ديت علشان الجلاش بتاعنا ما ينشفش. بقيت باخد ورقتين بورقتين كده، وبعد كده بدأت ان انا اعمله. طبعا انا هعمله جلاش. كانت الحشوة بتاعته عادية جدا، شوية زبيب على جوز هند. ما كانش عندي سوداني، السوداني بيديله طعم حلو جدا، بس للأسف ما كانش عندي سوداني، فقلت مش مشكلة. وطبعا كان جنبي المادة الدهنية بتاعتي دي، كانت شوية اي سمنة عندك بقى، سمنة بلدي، سمنة جنة. بصراحة السمنة الجنة حلوة جدا، يعني لو ما كنتيش بتستعملي السمنة الجنة جربي ان انت تستعمليها كده، هتلاقيها بسم الله ما شاء الله حلوة جدا، وبتدي طعم حلو قوي للاكل. طبعا انا بتني دول ورقتين جلاش، مش هدهنها مادة دهنية ولا اي حاجة، بس بعملها زي ما انت شفتي كده. انا جيت اقطعها لقيت ان الحشوة بتاعتها بتنزل منها، وكنت طبعا جايبه الصينيه الكبيره. فلما لقيت الحشوه، معلش يا جماعه لو عندكم خرده ولا حاجه، كان في راجل بتاع خرده وكده. المهم نكمل الفيديو بتاعنا. طبعا انا لما قطعته بالشكل دوت لقيت ان الحشوه بتاعته زي ما انتم شايفين كده بتقع. دي كانت اول واحده، مرضتش بقى اقطع الباقي. طبعا انا مرضتش اقطع المقطع ده ليه، علشان برضو اقول لكم ايه اللي حصل معايا. دي مصداقيه، وانا بحب اكون صادقه معاكم في كل حاجه. فزي ما انتم شايفين كده، تنيت الورقه دي من الناحيه دي والورقه من الناحيه التانية، وقمت برماه زي رول زي ما انتم شايفينه كده. بس طبعا تبرميه كويس علشان اما يستوي يبقى ماسك نفسه زي ما هتشوفوه معايا اما يخرج كده. وبعد كده بقى رصيته جنب. طبعا انا كنت جايبه صينيه كبيره علشان ان انا هعمل لفتين جلاش. فلما لقيت التانية بايظه قمت مصغره الصينيه، طبعا هحط لها الماده الدهنيه بتاعتها زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. طبعا بعمل لكم كمان واحده اهو، بحط لها طبعا الحشوه زي ما انتم شايفين، واقفل من الناحيه دي والناحيه التانية، وارولها كده كويس جدا اهو. وبعد بقى كده هرص بقى في الصينيه. طبعا انا كنت باخد ورقتين بورقتين. لو عندك سوداني، السوداني بصراحه بيديلها اي بقى مكسرات موجوده عندك حط لها. الجلاش بيحب المكسرات. ويا سلام بقى لو في بقى شويه كريمه اللي هي المهلبيه بقى، دي بيبقى جميل جدا. ان شاء الله برضو هبقى اعمله معاكم، بيبقى حلو جدا والولاد بيحبوه. طبعا الحاجة الحلوة يعني هي مهمة يعني في الايام العادية، بس برضو في رمضان لازم يكون في حلو. فبصراحة الولاد قالوا لي لا ملناش دعوة، احنا عاوزين حاجة حلوة اعملها لنا هنا جلاش اعمل لنا. فقلت لهم خلاص تمام. ما كنتش طبعا زي ما قلت لكم كنت جايه من بره، فقلت لا هعمله لهم بقى على السريع كده، وبعد كده اغير وانزل اغسل المشايات بتاعتنا. بلف كويس جدا اهو. وبعد كده بقى هنحط المادة الدهنية بتاعتنا هنقطعه الاول في الصينية بقى علشان الحشوة بتاعته ما تقعش. وانت بقى بتحط المادة الدهنية بتاعته تيجي على التقطيعة اللي انت مقطعاها، علشان الجلاش بتاعك يتشرب كده المادة الدهنية بتاعته. طبعا انا ما كترتش يعني السمنة، ما كترتهاش، يا دوبك القد على قد كده علشان ما يبقاش دسم جدا. فهو بسم الله ما شاء الله كان حلو قوي. والشربات بتاعه برضو كان مظبوط. الشربات بقى كان كوبايتين سكر على كوبايتين ميه،
وحطيت عصرة ليمونة، ولما يعني جيت احط للجلاش قمت حاطة ايه شوية فانيليا سايلة. بس كده. طبعا انا شاركت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، شاركت معاكم الشربات كتير، فقلت مش مشكلة المرة دي، يعني ايه اكيد انتوا اكيد عرفتوا بقى اللي متابعني طبعا. اكيد لو انت وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش تحط اللايك ولو مش مشتركة في القناة تشتركي، علشان ان شاء الله اي فيديو انزله يجيلك اشعار بيه، وطبعا علشان القناة تكبر بيكم وليكم وعيلتنا تكبر اكتر واكتر ان شاء الله. طبعا هي المشاهدات واقعة، فعادي مش مشكلة، كل يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجة وحشة، فالحمد لله ايه رب العالمين على كل الاحوال، الحمد لله رب العالمين. طبعا علشان ما احطش مادة دهنية كتير بدأت ان انا ايه اعمل بالفرشة كده واحط على الاطراف اللي انا مقطعاها. حطيت الشربات اهوت زي ما انتوا شايفين، وسبته يتشرب شوية، وقمت ايه حطاه في الطبق بقى. وكان بصراحة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمه حلو جدا. طبعا هو اللون فاتح في الكاميرا، بس هو في الحقيقة كان اغمق من كده، كان جميل قوي. نزلت بقى تحت وايه بدأت ان انا ايه اغسل المشايات بتاعتي. قلت ايه قبل السجاد كده، طبعا المشايات انا هفرش منها، فقلت ايه نعملها هي الاول كده. طبعا ما عادش وقت، يعني ما عادش الا كام يوم بس على العيد، كل سنة وانتم طيبين يا رب، ودايما تتعاد عليكم الايام بخير، اللهم امين يا رب العالمين. الخلطة بقى اللي انا بغسل بها المشايات او السجاد هي ايه بقى؟ حطيت الجردل دوت بياخد تقريبا 20 لتر، تقريبا 20 لتر ميه. المهم حطيت فيه ميه دافيه، وحطيت كوبايه كلوروكس الوان، وحطيت كيس اريال او اوكسي او اي مسحوق بودر انت بتستعمليه من اللي هو ب5 جنيه ده، وقمت مفضيه عليه. وحطيت بريل من اللي هو مش بتاع الشركات، حطيت من اللي هو السايب العادي دوت. وحطيت كمان برسيل جل او اريال جل، حطيت 5 اكياس من اللي هو الكيس ب5 جنيه. طبعا انا يعني فاضل كمان ان انا اغسل السجاد بيه. هقول لكم تاني على الخلطة دي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مخلية السجاد والمشايات بتبرق، واكيد انتوا هتشوفوا دلوقتي. حطيت كيس اي كيس بودر انت بتغسلي بيه من اللي هو ب5 جنيه دوت. حطيت كوبايه كلوروكس الوان، حطيت 5 اكياس اريال جل او برسيل جل من اللي هو الكيس ب2 جنيه دوت. وحطيت شويه بريل من اللي هو السايب العادي مش بتاع الشركات ولا حاجه، علشان ايه تبقى الخلطه ما تبقاش مكلفه جامد علينا، وطبعا كل حاجه غاليه دلوقتي. وفي ميه دافيه. وبعد كده بدأت اخد بالشفشق مثلا على الحتة اللي هي متبقعة جامد، وبدأت ان انا إيه احط واغسل كده. وكان عندي البريل العادي اللي هو السايب، لو لقيت مثلا اللي هي مش بترغي معايا بقوم حاطة شوية بريل واقوم غسلة. وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كانت المشايات بتاعتي كانت بتبرق، هتشوفوها دلوقتي. يا رب الوصفة والخلطة تكون يعني عرفتيها. طبعا لو انت عايزة تكتبها في ورقة ولا حاجة خليها عندك، يا بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. بس اهم حاجة ان المية وانت بتعملي الخلطة ديت تكون سخنة، علشان الحاجات ديت تتفاعل ايه مع بعضها كده. طبعا الشاية بتاعة المطبخ دي انتوا اكيد شايفين، يعني استغفر الله العظيم يا رب، كانت وسخة جدا، بس بفضل الله الحمد لله بقت بتبرق وزي العسل بصراحة. نضفت جدا الحمد لله، الواحد كان مبسوط كده وهو ايه شايفها نضيفة وزي الفل كده. طبعا الحاجة لما بتبقى نضيفة اكيد بتريح العين، لو الحاجة مش نضيفة قدامك بتحس ان انت ايه مكتئبة، بتحس ان انت زهقانة كده يعني. فطبعا الحاجة لما بتكون نظيفة معاكي، او مثلا لو انت تعبتي في غسلها ولقيتها نضفت، اكيد بتبقي مبسوطة وبتبقى نفسيتك حلوة. فالخلطة دي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كانت حلوة، جربيها وان شاء الله تعجبك. طبعا انا كنت بغسل بالمقشه اللي هي الطويله، وطبعا ايه لقيتها انها مش بتنضف معايا، فالفرشه ديت اللي اكيد انتوا كلكم عارفينها يعني، اللي هي الايه فرشة سيليكون، يعني ما بتبوظش الحاجة، بتحافظ عليها يعني. بدأت ان انا ايه اغسل بيها، وبصراحة ما شاء الله اللهم بارك كانت ايه نضفت الحاجة معايا زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا ما تنسيش تحط اللايك بتاعك الجميل، وطبعا الكومنت الجميل من ايدك الحلوة بالصلاة على سيدنا الحبيب، والاشتراك اكيد طبعا عشان ان شاء الله القناة تكبر بكم وليكم. واتمنى ان انا اكون خفيفة على قلبكم. وان شاء الله هننزل بقى بكحك العيد والبسكويت. يا رب بقى الطريقة بتاعتي تعجبكم ان شاء الله.
ان شاء الله انا هعمل بمشيئة الرحمن، يعني هنحاول نعمل اي حاجة النهاردة، وهنزل لكم فيديو بكرة بمشيئة الرحمن برضو ايه، علشان يعني مع خلاص ما فيش وقت بقى، علشان نلحق بقى نفرش شقتنا وكلام من ده بقى. وكل سنة وانتم طيبين يا رب. يا رب بقى اكون خفيفة على قلبكم، والروتين النهاردة يكون عجبكم، واسيبكم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.